السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو ده هنتعلم المعلقة الجميلة الشيك دي. حلوة جدا وسهلة جدا لو انت لسه مبتدئة. ما فيهاش عائد كتير. خطوة واحدة بس بتقدري ان انت تعمليها بطريقة معينة. اول حاجه بتبداي تقيسي الخشبه بتاعتك علشان تعملي الطول اللي انت عايزاه. طبعا لازم يكون في نسبه وتناسب بين الخشبه وبين طول المعلقه. يعني مثلا الخشبه عندك 30 سنتي، يبقى الرينج الطول بتاع المعلقه من 30 ل 40 سنتي، وممكن يوصل 50. ده طبعا مش في كل المعلقات اللي انا بقولك عليها، بس في المعلقات كده معينه عشان يبقى شكلها حلو. بصوا، اول حاجه بقى هنقص الخيط على كام وهقص كام خيط. اول حاجة انا هقص 6 خيوط، وهعلقهم بطريقة اللي هي بطريقة العقدة الثابتة زي ما احنا، او عقدة التثبيت. هنا قصيت 6 خيوط. 6 خيوط دول طولهم كام مفرد، وانا بقصهم مفرد كده. طولهم 2.5 مفرد. تمام، 2.5 دول اول 6 خيوط، وهحطهم كده في النص. وهبدأ بعد كده اعلق من على الطرفين. زي ما انتم شايفين كده، انا عندي مقاس العصاية صغيرة، فعشان كده انا هعمل بس منها، يعني هتشوفوا دلوقتي حجمها صغير. حابين ان انتوا تكبروا اكتر من كده بتزودوا المجموعات. يعني دي مجموعة مكونة من 6 خيوط. حابة ان انتي المقاس بتاعك اكبر من كده، مقاس العصاية اكبر من كده، تقدري ان انتي تحطي مجموعة تانية، تحطي مجموعة تالتة، وهكذا. لان الشغل كله هيبقى واحد. فانا هنا حطيت 3 مجموعات. هبدأ بقى اشتغل في المجموعة اللي في النص، ودي 6 خيوط زي ما انتوا شايفين. عملتها بالعقدة الثابتة او عقدة التثبيت. اداني تحت 12 خيط، لان انا تنيت الخيوط ال6 خيوط ب على مجوز، فاداني ايه 12 خيط. هبدأ بأول 6 خيوط زي ما انتم شايفين كده. يعني هطلع كده ال6 الخيوط اللي على جنب، وهبدأ اشتغل في ال6 خيوط. هعمل ايه بقى؟ هعمل العقدة المزدوجة المائلة. ده الخيط الثابت اللي معايا. هبدأ اشتغل بالخيط المتحرك، بجيبه بالشكل ده كده، وببدأ اربط او اعقد العقدة. طبعا بنشتغل مرتين بالخيط، مش مرة واحدة، علشان نعمل العقدة وتثبت معانا. دي العقدة المزدوجة المائلة. تمام، انا هم مايله الخيط الثابت كده، وببدأ اشتغل بالخيوط المتحركة اللي هم 6 خيوط بالشكل ده كده. بجيب ده الخيط الثابت معايا، وده الخيط المتحرك. بجيبه من فوق كده الخيط الثابت، وببدأ اطلعه من الفراغ ده اللي انا عملته، وببدأ اشد الخيط المتحرك، والخيط الثابت بيفضل معايا ثابت زي ما هو. وطبعا زي ما قلت لكم بنشتغل مرتين بالخيط المتحرك كده. انا عملت خيطين، هبدأ اعمل التالت بنفس الشكل. تمام، واظبط ايدي بقى وانتي مميله الخيط الثابت كده. لازم تظبطي ايدك كده عشان يطلع يعني الشكل حلو، والشكل ايه منظم. بدأت بقى اهو، عملت ال4 خيوط، وده الخيط الخامس. تمام بالشكل ده كده. انا خلصت اول سطر معانا بالشكل ده اهو. كده خلصت ال6 خيوط معايا. هبدأ اخد اول خيط من الناحية دي، هخليه هو الثابت. تمام، وهبدأ اشتغل ببقية الخيوط التانية اللي هم كل ده احنا لسه في ال6 خيوط بس. بصوا، لو بتلاحظين ان انا مطلعه ال6 خيوط التانيين على الخشبة عشان ما تلخبطش. يعني الخيوط اللي انت مش هتستخدميها تطلعيها كده بالشكل ده على الخشبة، علشان ما تاخديش خيط وانت شغالة تسرحي شوية فتاخدي خيط. تمام، هبدأ برضو اشتغل نفس الخطوة اللي انا اشتغلتها في الاول. ببدأ اجيب الخيط الثابت بالشكل ده، والخيط المتحرك بعمله بالطريقة دي، واخلص كل الخيوط اللي انا ال6 خيوط. هم 5 بقى لان انا بشتغل على واحد. تمام كده اهو. ده التالت خيط معايا. وزي ما قلت لكم بنعمل العقدة المزدوجة مرتين بالخيط. ادي الخيط الرابع بالشكل ده كده. تمام، وبصوا الخيط ده اهو برضو هشتغله، مش هسيبه، هشتغل كل الخيوط اللي نازله معايا. تمام، هعمل ايه تاني؟ هبدأ اشتغل سطر كمان بنفس الشكل. هجيب الخيط هو ده، ايوه بالظبط كده، وهجيبه اشتغل بيه نفس الخطوة اللي عملتهم في الدورين الاولانيين.
بنفس الشكل. هنا اهو انا خلصت الثلاث صفوف بالشكل ده. هبدأ اشتغل نفس الشغل في الست خيوط التانيين اللي انا اشتغلتهم اللي انا هشتغلهم من الناحية التانية بالشكل ده، بس الخيط الثابت معايا هو اللي هيجي من الناحية دي علشان يتقابلوا مع بعض كده ويعملوا شكل مثلث. وهشتغل بنفس التكنيك وبنفس الخطوات. ده الخيط الثابت معايا اللي جاي من ناحية الشمال، والخيوط بقى المتحركة الست خيوط الباقيين هشتغلهم بقى بنفس الشغل ده، 3 صفوف بنفس الشكل بس. وهنا بدأت بقى اسرع لكم الفيديو علشان ما ياخدش وقت معانا، بس بوريكم الخطوات بنفس الشكل ده. هيعمل لي بقى شكل مثلث زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بصوا ده اول سطر عملته، تاني سطر هعمله برضو بنفس التكنيك. اهم حاجة الخيط الثابت يبقى معاكي كده بزاوية حلوة، يعني ما تخليش ايدك كده تروح كده او كده، علشان تبقى الصفوف تحت بعض ما يبقاش فيه فراغ بينهم. دي اهم حاجة في شغل العقدة اللي هي المزدوجة المائلة. تمام. هنا بقى اهو انا بقى خلصت كده الثلاث صفوف زي ما انتم شايفين اهو. هبدأ بقى اعمل ايه؟ بصوا بقى الخيطين ده، الخيط اللي جاي من الناحية دي والخيط اللي جاي من الناحية دي هشتغلهم برضو عقدة ثابتة. الخيط اللي جاي من اليمين هو اللي هخليه عقدة، قصدي مزدوجة، معلش. الخيط بقى اللي جاي من اليمين ده هو اللي هخليه ثابت معايا، وهشتغل عليه العقدة المزدوجة بالشكل ده. ضمتهم على بعض وقفلت بالخيطين دول بالشكل ده كده. وده ايه شكلهم بنفس الشكل ده. هبدأ بقى اشتغل على الشمال وعلى اليمين نفس الوحدة. انا هنا اهو اشتغلت على الشمال. بصوا بقى الخيط، عايزه اقول لكم خطوه مهمه جدا، ان لما باجي اقفل المثلث في الشمال بجيب الخيط اللي هو جاي من الشمال هو اللي ثابت معايا. والخيط هوريكم دلوقتي لما نيجي بقى ايه للعقده اللي هي او اللي هي الوحده اللي في اليمين، اللي يبقى الوحده اللي في الشمال الخيط الثابت معايا لما باجي اقفلها يبقى اللي جاي من الشمال بنفس الشكل كده. هعمل هنا بقى برضو بالشكل ده اهو. هنا بقى هقفل ازاي؟ هقفل الخيط اللي جاي من اليمين علشان دي في اليمين هخليها هي الخيط الثابت، وهبدأ اشتغل العقدة المزدوجة المائلة عليه بنفس الشكل كده. حابة بقى تزودي بقى الوحدات. بصوا انا الوحدات دي هضمها بقى مع بعض، يعني يعني لما اجي اضمهم مع بعض هضمهم، بس انا دلوقتي بوريكم شكل المعلقة هتبقى ازاي علشان بس تستفيدوا. تعالوا بقى في الخطوة اللي بعد كده. بصوا اول 6 خيوط دول هشيلهم على جنب، مش هشتغل بيهم خالص، فهشيلهم كده فوق. واخر 6 خيوط بالشكل ده برضو هشيلهم مش هشتغل بيهم. وابدأ بقى اشتغل بالخيوط بقى دي اللي باقيه معايا. هيتبقى لي الشكل ده كده 6 من هنا و6 من هنا و6 من هنا و6 من هنا. هشتغل نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه فوق، بس هيبقوا ينزلوا على وحدتين. ليه؟ لان انا شلت من هنا 6 وشلت من هنا 6. تعالوا بقى قبل لما نبدأ الوحدتين، انا هنا حطيت خرز بتديها شكل حلو، بتديها كمان قيمة، فتقدري ان انت تحطي الخرز. عايزه اقول لكم نحط الخرز ازاي. تعالوا انا هوريكم في اخر واحده دلوقتي هحط الخرز ازاي بطريقه سهله جدا 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 بابره الكروشيه. بتجيبي ابره الكروشيه، انا هنا بس بوريكم الخيوط اللي احنا هنشتغل بيها. يعني انا هنا شلت اهو دول 6 خيوط ودول 6 خيوط عشان اشتغل واحده هنا وواحده هنا، فاهمين؟ ف تعالوا بقى هنا ادخل الخرزة بجيب الخيطين اللي في النص كده علشان تبقى في المنتصف بالظبط، وابدأ ادخل الابرة الكروشيه بالشكل ده، واطلع ابرة الكروشيه تبقى رفيعة علشان تطلع لك من الفراغ بتاع الخرزة بس. وبكده دخلنا بقى الخرزتين. هبدأ اشيل ده لان ده انا مش هشتغل بيه، ده تبع ال6 التانيين، ودول اهم 6. اتأكد ان دول 6 ودول 6. وابدأ بقى اشتغل نفس اللي احنا اشتغلناه فوق هنشتغله دول اول 6 اهم هشتغل بيهم اللي هم دول. هبدأ بقى اشتغل نفس الشغل بتاعي ونفس الخطوات بتاعتي. وهنا هبدأ اهو وانا اشد على الخرزة كده كأن هي
الخشبة بتاعتي من الاول. بس هشتغل نفس الشغل، سرعت لكم لان احنا اشتغلناه بالتفصيل في الاول، فمش حابه اطول زي ما قلت لكم عليك الفيديو. فهبدا اشتغل بقى الثلاث صفوف من الناحيه دي، والثلاث صفوف من الست خيوط التانيين اللي قصادهم، علشان ايه؟ تظبط معايا شكل واحده ونضمهم بقى على بعض. وعايزه اقول لكم ان الخيوط كلها قصتها على 2.5 متر. هتطلع طويله شويه معانا، بس قلت لكم زي لما خدنا في ازاي تحسبي طول المكرميه او طول خيوط المكرميه. هحط لكم اللينك دلوقتي هيظهر فوق، اللي هو الفيديو بتاع حساب طول المكرميه بالظبط، لاي رانر، لاي مكرميه، لاي كوشنز، لاي ستاره، بصوا مرايه، كل حاجه. هحط لكم اللينك دلوقتي فوق هيظهر معاكم. هنا بصوا هكمل بقى من الناحيه دي اهو كده. خلصت الاتنين، تعالوا بقى نقفلهم ازاي. قلت لكم ان اللي جاي من اليمين هو الخيط الثابت. تمام، انا كده خلاص الخيط الثابت. هنا الخشبه بتاعتي اهو، بصوا زنقتهم على بعض علشان خلاص ايه، يتضموا كلهم على بعض، فاهمين؟ بس وابدا بقى اقفل عادي بالعقده المزدوجه المائله المثلثين. انا مسميهم وحده، يعني انا بحب ابقى مسميه كده وانا بشتغل وحده. يعني دي الوحده التانية، فوق 3 وحدات، تحت هينزلوا بوحدتين، السطر اللي بعده هينزلوا بوحده واحده، علشان يعملوا شكل المثلث في الاخر. على فكره المكرميه دي اسهل مكرميه تقدري ان انت تبداي بيها شغلك لو انت حابه او لسه مبتدئه وعايزه حاجه بسيطه. فدي اسهل مكرميه ان انت تبداي بيها بعقده واحده. تقدري بقى ان انت تعملي وتشكلي فيها بالشكل اللي احنا عملناه ده. هنا هحط بقى برضو الخرزة خرزتين زي ما قلت لك، حابه ان انت تحطيها او موجود عندك تمام، مش حابه بتشتغلي عادي جدا. يعني بتكملي عادي من غير الخرزة عادي جدا. لكن لو عندك خرز بتبقى شكلها اشيك وبتدي قيمة كمان للمعلقة. وبس كده. تعالوا بقى نعمل بقى اللي هي اخر واحدة معايا. وهقسم الشغل كده، هقسم 6 من هنا و6 من هنا بالشكل ده اهم. اهم حاجة ان انتي الستة تبقوا عارفة هي مكانهم فين. بناخد واحدة كده من الخرزة، وخيط واحد بس من الخرزة، وخيط واحد من الخرزة بس. وابدأ بقى اشيل الخيوط اللي انا مش هشتغل بيها، عشان زي ما قلت لكم ما تتلخبطيش بس. وهبدأ اشتغل وهتكمل معايا بالشكل ده كده المعلقة بتاعتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عايزه اقول لكم لو وصلتوا للدقيقه دي ولسه ما عملتليش لايك للفيديو، يا ريت تعملي لي لايك. ولو انت جديده ما اشتركتيش في القناه تشتركي في القناه، علشان ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات الجايه هتستفادي منها اكتر. هنعمل بقى حاجات كتيره، والصيف جاي بقى، وسليربرات وشنط وحاجات حلوه ان شاء الله باذن الله يدينا العمر يا رب. واعمل لكم كده فيديوهات حلوه وحاجات. واي سؤال حابه تساليه اكتبهولي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكي باذن الله. وتعالوا نشوف شكلها بقى عامل ازاي. وبعد كده هوريكم ازاي هنقصها بطريقه محترفه برضو، علشان لو انتي مش يعني القص عندك بيبقى مختلف من الجنبين. تعالوا اوريكم ايه طريقه حلوه. تعالوا بقى اهي خلاص كده المعلقه جهزت معايا. تعالوا بقى نشوف. بجيب لزق سولوتيب او اي لزق شكرتيون لونه مختلف، تبداي ان انتي تعمليه كده باللزق وتبداي تقصي عادي جدا بعد لما تظبطي شكل القصه اللي انتي عايزاها. وهو دي طريقه القص. يا رب تعجبكم. شكرا لكم لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.